سؤال من الاسئله الخطيره جدا اللي تقريبا اتسالت النهارده، وانا عايزه افر كده في الاسئله. الالماس او الالماس عشان الناس بتتضايق منه، فالالماس بيفقد خواصه او بيفقد جودته لما بيخش النار؟ لا. هو ايه اللي مغليه كده؟ واصلا ايه اللي مغلي الحجر ده كده؟ مبدئيا هو ده حجر كريم، تمام، اقوى واصلب الاحجار الكريمه، علشان كده هو اغلاهم من الاحجار الكريمه. يجي وراه بقى الزفاير والسترين والروبي والاماتست والزفير، بقيه الاحجار اللي بنشوفها ملونه. الالماس او الالماس او الدايموند هو اغلى لانه اقوى واصلب الاحجار الكريمه، عشان كده هو دايما اغلاهم. زمان لو حضرتك تفتكري في حاجه اسمها الماظه بتقطع الازاز. الالماظه دي زمان كانوا بيحطوا فيها حته الماظ او حته الماس عشان هو اقوى حاجه ممكن تقطع الازاز. ومعلومه لحضرتك برضو، ما يكسرش الالماظ الا حجر الماظ زيه، عشان هو من اقوى الاحجار، فمهما دخل على نار او درجه حراره عاليه جدا هو اصلا اتشكل فيها. ما هو اصلا الالماس ده اصله كربوني، دي مفاجاه بقى، نتيجه ضغط معين ونطرات معينه من حاجات معينه تحت الارض بيتكون الالماس. فده لا طبعا، هو الالماس ما بيفقدش خواصه ولا صلابته ولا اي حاجه تحت اي ضغط وتحت اي نار وتحت اي درجه.